الاستقراء التام والاستقراء الناقص، هل كل استقراء علمي؟ في المنطق، ليس كل استقراء يعد علمياً، رغم أن كليهما يعتمد على ملاحظة الجزئيات. دعنا نفرق بدقة. أولاً، الاستقراء التام الإحصائي. تعريفه هو الانتقال من جميع جزئيات الظاهرة إلى حكم كلي يشمل هذه الجزئيات نفسها، أي أننا نحصي كل أفراد الظاهرة حصراً كاملاً، ثم نحكم حكماً عاماً عليها. مثال توضيحي: قمنا بإحصاء جميع طلاب فصل 1 فوجدناهم 40 طالباً. تبين أن كلهم حضروا اليوم، إذن كل طلاب فصل 1 حاضرون اليوم. هنا ما تم إحصاؤه في المقدمات إذن هو نفسه ما نحكم عليه في النتيجة. لم نضف جديداً، فقد جمعنا الجزئيات في عبارة كلية. لماذا يعد غير علمي؟ لأنه لا يستخدم في دراسة الظواهر الطبيعية. الظواهر الطبيعية لا يمكن حصر جميع أفرادها، لا يكتشف قانوناً جديداً، بل يكرر ما تم إحصاؤه. لكنه يتميز بأن نتائجه يقينية 100% لأنه شمل جميع الأفراد بالفعل. إذن نتائجه يقينية، لكنه غير علمي ولا يصلح للبحث في الطبيعة. ثانياً، الاستقراء الناقص العلمي. تعريفه هو دراسة عدد محدود من جزئيات الظاهرة، عينات، ثم الانتقال منها إلى حكم عام يشمل الحالات المدروسة والحالات الأخرى المماثلة، لأنه من المستحيل حصر جميع جزئيات الظواهر الطبيعية. مثال توضيحي: 1. لاحظ العلماء أن الحديد يتمدد بالحرارة، النحاس يتمدد بالحرارة، الألومنيوم يتمدد بالحرارة، فاستنتجوا كل المعادن تتمدد بالحرارة. لم يفحصوا كل المعادن الموجودة في الكون، لكنهم عمموا بناء على عينات ممثلة. مثال غناء: تم اختبار دواء على 1000 مريض وأظهر نتائج إيجابية بنسبة كبيرة، فاستنتج العلماء أنه فعال في علاج المرض. لم يتم اختبار كل البشر، لكن التعميم قائم على عينة. لماذا يعد علمياً؟ لأنه يستخدم الملاحظة والتجربة، يعتمد على عينات، يكشف قوانين عامة، يستخدم في الفيزياء والكيمياء والطب، لكن نتائجه ليست يقينية، بل احتمالية ترجيحية، أي قابلة للتعديل إذا ظهرت حالات جديدة.